الامكانيات اللي كانت موجوده اللي ربنا سبحانه وتعالى كان حاببنا كنت بيها. مختار معروف بالمهاره الكبيره، فكان مساعداني ان انا اشتغل في اي حته. ودي كانت مساعداني كمان ان انا يعني ايه يعني المدربين يستعملوني في المكان اللي ممكن يبقى هم محتاجين ان انا هروح على المدربين في النادي الاهلي. لكن كابتن جوهري هو اللي يعني اكتشفني في الحته ديت. هو اللي جابك من الناس كلها. كنت انا بأدي كمان قدام الفرقه بتاعته. دي فرقه يعني كانت فرقه كويسه جدا طبعا. فهو طبعا الفتره ديت بقى كنت انا بلعب درجه اولى في اسكو. وللاسف السنه اللي احنا ما طلعناش فيها كنا نطلع فيها دوري ممتاز يعني ايه لاسباب بسيطه جدا جدا، ويعني لطوش كانت بسيطه جدا ونطلع. لكن للاسف ودي يمكن من حظي ان احنا المهم في السنه ديت جم بتوع النادي الاهلي على طول كلموني وكده وانا رحت قعدت فعلا في النادي. وبعدين خدني كمال بيه حافظ الله يرحمه، كان وكيل النادي، كان شخصيه من الشخصيات المميزه حاجه يعني نار على العالم كان في النادي الاهلي. خدني ورحت لعلي بيه رخ الله يرحمه، كان رئيس مجلس اداره اسكو. ولما رحت طبعا يعني كان معايا مجموعه يعني على راسها كمال بيه، طبعا كانت حاجه قويه جدا. فعلي بيه رخ ساعتها ادانا الاستغناء ورحت بقى النادي الاهلي. مفيش نادي ثاني كان كلمك يا كابتن؟ يعني الزمالك ما كانش بيكلمك؟ كلموني والله. الفكره ان انا رحت فيها النادي الاهلي على طول لقيت حد كده جه خدني من نادي الزمالك وقعدت مع الكابتن حلمي الله يرحمه. انت بتتكلم كاني برضه حصل لي نفس الموقف ده يا كابتن والله. يعني كمل يا كابتن. قعدت مع الكابتن حلمي، والكابتن حلمي صراحه قابلني مقابله كبيره جدا جدا. وكان بصراحه من مقابلته انا بصراحه بطبعي اهلاوي، فلكن لما يجي لك برضه نادي الزمالك طبعا بتشوف يعني على طول بتحترم طبعا الاجيال كمان ساعتها. كابتن كانت حاجه جميله ما شاء الله يعني. فلما قعدت معاه طبعا هو الراجل يعني صراحه كلمني كلام هايل جدا جدا وحسسني يعني قيمتي كده. فطبعا كان له رد فعل قوي. المهم لما رجعت على طول كان الاختيار بقى هنا الاختيار. لا ما هو لما رجعت على طول من المقابله ديت حد من انا كنت في شبرا، انت عارف بقى شبرا كلها اهلاويه وكلها زملكاويه وكلها فحد راح للناس في النادي الاهلي في اداره الكوره وقال لهم ده الكابتن مختار راح كذا وكذا وبتاع. جيت لقيت حد فيهم مستنيني، خدوني ورحت رايح النادي الاهلي. كنت اول مره اشوف عم عبد البقال. عم عبد البقال كان مشهور جدا 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 وانا ما كنتش اعرفه وبتاع. فاول مره اشوف رحت هناك راح واخدني بيتني عنده في بيته. مش هتتحرك من هنا. وبعديها طبعا كنت انا يعني في الفتره اللي قبل كده لما رحنا خدنا الاستغنى من النادي الاهلي في الفتره ديت اتحاد الكوره كنا احنا 6 فرق اللي طالعين من الدرجه الثانيه وخدوا مننا 3 فرق. فبعد فتره خدوا ال6 فرق كلها حصل قرار كده بتغيير. فكنت انا مشيت رحت النادي الاهلي واحمد ابو الحاب على ما اظن كان راح نادي الطيران وياسر المحمدي يعني كل لعيب من اللعيبه دي راح نادي. فاول ما طلع القرار ده ان نادي اسكو يطلع كمان قرر مجلس اداره اتحاد الكوره ان كل اللعيبه اللي مشيت من نادي اسكو ترجع له بدون يعني مش اختيار حتى مش اختيار لا خلاص يبقى كأن ما فيش حاجه حصلت. فطبعا انا كنت يعني خلاص رحت النادي الاهلي بقى يعني خلاص كانت الامور بقى بالنسبه لي يعني. المهم قعدت بقى فتره ما رحتش يعني ما رحتش حتى اسكو كده. لكن اللعيبه الثانيه راحوا يا كابتن. ما كله رجع لكن بفضل الله برضه كمال بيه راح مره ثاني رحنا رايحين لعلي بيه رخه وراح مدينا استغنى ثاني جديد. والحمد لله ديت برضه بقى مشيت بشكل كويس قوي. وبتاع ديت رحت النادي الاهلي نصيبك يا كابتن والنصيب بقى. وديت برضه كانت فتره كويسه جدا اللي هي كنا ساعتها في الصيف. الفتره ديت كان في يعني اللعيبه الكبار في النادي الاهلي كانوا بيجوا يلعبوا. كان الكابتن طه بيجي يلعب في الملعب والكابتن طارق سليم وبتاع مش عارف ايه. وانا كنت يعني لسه رايح هناك فكنت بتمرن معاهم. كابتن طه شافني فسالني انت فين وبتاع مش عارف ايه. قلت له انا لسه في الثانويه يعني كنت انا لسه في الثانويه ما كنتش لسه خلصت. فكان كان في منتخب مدارس بيتعمل في هذا التوقيت وهو المسؤول عنه. فخدني معاه في فتره الصيف اللي هي ما فيهاش ماتشات. فمنتخب مدارس ده كان برضه ليه يعني
ما شاء الله عمل لي يعني رد صيت فعل كبير وصيت جدا. كبير جدا جدا في الوقت دوت. الصيف بقى موجود طبعا. ومصر كان في الصيف فيها مم. يعني كان ما شاء الله، يعني اظن إنه كان احسن من آه. كده، وكانت الناس مهتمه جدا طبعا. وبعدين يا بالكورة. كابتن فكره المهاره اللي كان عند كابتن مختار، وانا ده انا عايز اساله لان ده نقطه مهمه جدا. في البعض يقول لك دلوقتي الحرفنه، اللعيب الحريف هو اللي بيعمل الفارق. نعم. كابتن مختار عمل الفارق مع النادي الاهلي لما هو دخل جوه الفريق، ولا الشكل الجماعي دايما النادي الاهلي بيخلي الامور لازم يبقى مش لازم بقى فريق لعيب حريف او مش حريف؟ لا طبعا الحلفنه بتفرق كتير جدا، مم. والحلفنه هي اللي بيبقى هو ليها اللاعب رد المهاري يعني ليها كده. ليها رد فعل ايجابي عند المدرب وعند الجمهور. مم. دي يعني انا لما رحت منتخب المدارس دوت، وفي ماتش من ماتشات اتذاع في التلفزيون، وانا كنت بادي باداء بطبيعتي باللي انا كنت عارفه مع نفسي واللي انا شغال فيه، اكيد كان ليه فيه رد فعل كبير جدا جدا عند جمهور مصر كلها. حتى كان في ناس ما تعرفش ان انا كنت ساعتها رحت النادي الاهلي، فكانت رد فعلهم لازم لما عرفوا يروح. كمان لازم ده يروح نادي كبير. فده يعني اكيد حته الحرفنه مهمه. يعني انا كمدرب دلوقتي لما بيكون عندي لعيبه، في لعيبه احنا حتى في حياتنا في لعيبه كويسه جدا جدا جدا، بس هي مش حريفه او يعني الحلفنه بزياده عندهم. ليه؟ لان عندهم جدعنه وعندهم روح، لكن اللعيب الحريف له رد فعل عند المدرب وعند الجمهور موجود وعند دلوقتي كل كابتن الناس. مختار؟ طبعا موجود دلوقتي في الاجيال اللي انت شايفها في الوقت الحالي، لان برضو يعني كنت هتطرق للنقطه دي بس ما دام اتكلمنا في الجزئيه. هي بتفرق كبير جدا بشكل كبير قوي الحلفنه، مع ان الواحد يبقى عنده قلب وعنده جدعنه في الملعب، تفرق كتير جدا. في لعيبه حريفه موجودين، لكن طبيعه ادائهم ما عندهمش القوه ولا الشراسه اللي هي بتديله باور اكثر بكثير جدا، واللي بتبين له يعني احنا عندنا في لعيبه بدون ذكر الاسم لما تيجي اسمه يقول لك ده هايل جدا بس ضعيف يعني وفي لعيبه يعني حتى موجودين في النادي الاهلي لعيبه هايله جدا 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 في حلفنتهم، لكن اكيد ان هم حته الشراسه وحته القوه كابتن مختار كان شرس. لا طبعا يعني معلش كابتن انا طبعا لا شفت حاجات بسيطه لكابتن مختار، دي كانت عندي لكن انا شفت حاجات يعني لا كابتن مختار كان لعيب كبير قوي وشرس، ولولا الاصابه يعني اللي اثرت فيك بشكل كبير يا كابتن في مشوارك. فتفرق كتير قوي لما يكون حريف وعنده جدعنه وعنده شراسه وتلاقيه يعني طبعا في قوه كده، اكيد الكلام دوت بيفرق. لكن ممكن لعيب حريف وحريف جدا والدنيا عنده كويسه قوي، دي بتقلله عكس لما يكون عنده الموجود عنده كل الاسباب اللي هي اكتر لعيب شفته في النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت ما بعد ما بطلت كوره كابتن، بتشوف ان هو ده يعني شبه مختار يعني هو يمكن دلوقتي عبد القادر عنده الحته ديت، بس ساعات بحس انه بيزودها شويه. يعني لو يعني وجه كل الكلام اللي عنده ده لصالح فرقته بشكل فيه جدعنه شويه، اكيد عبد القادر ده هيبقى حاجه هايله جدا جدا. عبد القادر يعني اتمنى ان هو يعني اولا ما يزودهاش، لان هو يعني بتفرق كتير قوي الواحد لما يعمل حاجه كويسه ويكملها ان الكوره تبقى موجوده مع فرقته، عكس لما يبقى بيعمل حاجه كويسه جدا وبعدين الكوره بعد كده. مش دور مدرب برضه ده يا كابتن؟ اكيد يعني اكيد دور مدرب. وحضرتك يعني اكيد كمدرب ما بتلاقي حد لعيب عنده الحته دي بتبتدي تنبهه مره واثنين وثلاثه، وساعات بيبقى فيه عقوبات لو انت حسيت طبعا ما يزودها. وانا طبعا الكلام ده مهم جدا جدا، لكن كمان مهم قوي قوي ان اللعيب يطور نفسه. صح. فاول ما ابتديت في النادي الاهلي انا